في قرية بعيدة، كانت تعيش عائلة تعود جذورها إلى أصول سحرية قديمة. العائلة كانت تعرف باسم عائلة السحرة، وكانت محور حديث القرية بسبب قدرتهم على التحكم في الطبيعة بطرق غير عادية. كان أبرز أفراد العائلة هو الجد الذي كان الشخص الوحيد الباقي من جيله، وقد اشتهر بحكمته وسحره الفائق. أحمد، حفيد الجد، كان يعيش حياة طبيعية جدا مقارنة بعائلته. كان ينظر إلى حياة السحر كعبء، وكان يتمنى أن يعيش بعيدا عن ضغوط العائلة وتوقعاتهم. ذات يوم، بينما كان يمشي في الغابة القريبة، سمع أحمد صوتا غريبا وهمسة تدعوه. كانت هناك فتاة صغيرة ترتدي رداء غامضا وتبدو وكأنها جزء من الغابة نفسها. عرفت الفتاة نفسها باسم ليلى، وقالت إنها كانت حماية الغابة. تحدثت ليلى إلى أحمد عن أسرار الغابة، وعن سحر العائلة الذي يمكن أن يكون قوة للخير إذا استخدم بحكمة. اقترحت عليه أن يستفيد من قدراته الوراثية لدورها في الحفاظ على توازن الطبيعة. بدأت زيارة الغابة تتكرر، وبدأ أحمد يشعر بتغير في نفسه. بدأ يرى تأثير السحر في كل ما حوله، وقرر أخيرا استخدام قدراته لخدمة القرية. حين عاد أحمد إلى القرية، وجدها في حالة من الفوضى بسبب عاصفة شديدة هددت بتدمير المحاصيل. استخدم أحمد قوته لاستدعاء رياح لطيفة لتحويل اتجاه العاصفة. بفضل جهوده، أنقذت المحاصيل، وأدرك الأهالي أهمية السحر لخدمتهم. في نهاية المطاف، أصبح أحمد يعرف في القرية كحامي الطبيعة، واحتضن دوره كجزء من إرث عائلته. وعلى الرغم من الصعوبات، تعلم أن السحر يمكن أن يكون هدية إذا تم توجيهه في الطريق الصحيح، وأن عليه مسؤولية كبيرة تجاه قريته وميراثه السحري. بذلك، استمر أحمد في التعلم والتعاون مع ليلى، معززا قدراته وممارساته، ليصبح أقوى وأكثر حكمة، وتصبح القرية بأكملها نموذجا للتعايش بين الإنسان والسحر والطبيعة.